مساء الخير خياتي، مرحبا بكم كامل في قناتكم سلمى للقصص. وشكرا على تشجيعكم ليا، وكثروا لنا من الليجام والتعليقات. وما تنسوش اشتراك في القناة وتدعمونا بالبرتاج. والحاجة الأهم من هذا كامل، بالكوا على صلاتكم وكثروا الدعاء في هذه الأيام المباركة. نبدأ كما العادة، صلوا على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صاحبة القصة تقول: تعيشوا بالعقل عليا في التعليقات، واللي يسمع الحكاية ماشي كيما عاشها وذاق مرارتها. وانا اصلا عييت وكرهت حياتي وتبت لربي، وان شاء الله ربي يثبتني ويغفر لي. انا حياة من وهران، في عمري 20 سنة، نقرا في الجامعة مع اختي نريمان اللي كانت توأم تاعي، بصح ما تشبه ليش كامل. انا كنت بيضة وطويلة وشابة بزاف، وهي كانت سمرة وسمينة وشعرها حرش. المهم ما نتشابهوش كامل. وعندي خويا الصغير أيمن، في عمره 10 سنين. سكننا في وهران، بعدها انتقلنا باش نعيشوا للعاصمة بحكم خدمة تاع بابا، ومدولنا سكن وظيفي. أنا وأختي كنا ضد هذا الرحلة، ونخلو حومتنا ودارنا وجيراننا. بصح خدمة بابا اللي كان يخدم مقاول فرضت علينا باش نرحلو ونتأقلموا. صح الدار كانت مليحة، بصح كل واحد في دارو، والجيران كامل يبانو ماشي ملاح. باسكو كي كنت نخرج انا مع يما، كامل يخزروا فينا بنصعين. ما نعرف كيف هكاك، ما يعجبونيش. بعدها بمدة شهر يما تعرفت على وحدة تسكن تحتنا، راجلها ميت وخلالها الولاد. وكيما حكات لي يما، خلالها 3 بنات مزوجات، وطفل كبير في عمره 40 سنة بصح ماشي مزوج، وهو اللي كان رافد كامل المسؤولية. يما كانت غير تهدر وتشكر فيها، وغير تقول لي: لو كانت تشوفي يا بنتي شحال هذوك الناس ملاح، ما شاء الله عليهم، ويماهم سكر، وهدرتها حلوة، باينة عقل الله يبارك عليها. قلت لها: مليح هكاك تونسي بها، خير ما تقعدي وحدك، راكي تشوفي الناس تاع هنا باينين ما يتعاشروش. قالت لي: والله غير عندك الحق، ديجا باباك داوس مقبلات مع واحد رمى زبل تاعو حاشاكم في طريق، وكي هضر معاه باباك هذاك كله، وقال له: ما كان ما تخلق فيا، نرمي وين نحب، واذا ما عجبكش الحال تقدر ترحل كيما رحلوا لي قبلك. قلت لها: شوفي يا يما، قولي له البابا ما يعاندهمش وما يهدرش معاهم، راهي الناس تاع دوكا ما يرحموش. قعدت مع يما نقصر هكا شويه، تدخل اختي نريمان، وكانت بزاف قبيحه وما تقدرنيش وغير تداوس معايا. حتى يما كانت ترجع لها الهضره وزغاده بزاف. بابا كان ديما يقول لها: شوفي اختك حياة شحال عقله ورزينه، وعلى ما خرجتيش ليها، انتي لسانك طويل وغير ديري في المشاكل برا. بصح والله لو كان غير كاش ما نسمع عليك عفسه عيانه، ما تلومي غير روحك. كانت تخاف شوية بابا وغير تسكت، وبابا كان صح حنين معانا وموفر لنا كل شيء. بصح في هادو صوالح تاع المشية مع الرجال ولا الخرجات، يسمع عليك نص هدرة يمحيك من الدنيا. المهم دخلت اختي، وغير شافتني انا ويما خزرت فينا بنصعين، وما قالتش السلام عليكم. يما حكرت فيها وقالت لها: قولي السلام عليكم، ديما ديريها، راني انا يماك وهذه اختك. بصح كي يجي باباك مع العشيه نقول له. اختي ما هدرت والو، وراحت تغسل باش تتقهوى، ويما تبعتها وغير تعيط عليها قريب تضربها. قلت لها: اليما خلاص يا يما خليها، ديما تسمعوا علينا الجيران. نطقت اختي وقالت لي: شحال تلعب بيها عاقله، وش دخلك بيني وبين يما؟ مره اخرى كي نهضر معاها انتي تبلعي فمك. قلت لها: صار هكا، حق الخير اللي راني نحامي عليك. خزرت في يما وقلت لها: اهي لك يا يما ربيها باسكو ماشي مربيه. ورحت لشمبرتي ونسمع في يما تقول لنا: ريمان والله غير حصلت معاك، وش عندك مشكل معايا ومع اختك؟ راني انا يماك نحبك، واختك كيف كيف. اختي بدات تعيط وتقول لي: يما نكرهها ماشي اختي، حطمت لي حياتي. يما قعدت غير تخزر في اختي اللي كانت تعيط وتبكي بالشهقه وتقطع فيا، وانا والله ما درت لها والو، وغير نحن عليها. بصح هي الغيره كانت ماكلتها عليا، كي شابة خير منها والناس كامل يشكروا فيا، وعاقلة عكسها. هي كانت قبيحة وتداوس بزاف برا وما تداسرش بزاف الناس. يما ولات سكتت، واختي غير تعيط، والجيران كامل يسمعوا. هكا شوية نسمعوا الباب يطبطب، جريت باش نفتح، انا عن بالي بابا رجع بكري من الخدمة. نفتح ونلقى واحد المرأة فوق 60 سنة هكاك، المهم كبيرة في العمر. قالت لي: مسا الخير يا بنتي. قلت لها: مساء النور خالتي. قالت لي: انا جارتكم اللي نسكن تحتكم، ويما كانت حكات لي عليها وانه هي ناس ملاح،
قلت لها جوزي خالتي والله معقلتك اسمحي لي. قالت لي بسمح يا بنتي. ودخلت واختي نريمان غير تعيط وما حبتش تسكت، ويما تعيط عليها. ورحت عندهم وعيطت لها اليما وقلت لها يما راهي جارتنا في الصالو قاعده وغير نعكر في اختي نريمان. يما شدت نريمان من شعرها وقالت لها بهدلتي بيا لا تربحك، بصح والله غير كي يجي باباك غير تدي طريحه تاع الكلاب ماشي مربيه. خرجت انا ويما لجارتنا وقعدنا معاها، وجارتنا كانت غير تخزر فيا وقالت لها اليما الله يبارك عندك طفلة ما شاء الله عليها، تقول شي وردة ربي يحفظها من العين. قالت لها يما الله يسلمك خالتي حورية. كانت يما في الأربعينات وتزوجت صغيرة، وخالتي حورية كما قلت لكم كانت فايتة 60 سنة، بصح كانت شابة وعاقلة، وهذا قبل ما نعرف حقيقتها. بعدها أنا رحت نطيب القهوة ويما قعدت مع جارتنا، وغير دخلت الكوزينة باش نطيب نلقى في اختي نريمان تبكي. انا ما حبيتش نهضر معاها كامل باسكو لو كان نهضر الطير فيا، وتبهدلنا قدام خالتي حوريه، واختي غير تكيل فيا وقريب تاكلني بعينيها. كانت مريضه نفسانيا من جهتي وتغير بزاف مني. قالت لي تزيدي تقعدي معاه ما تلومي غير روحك. انا تخلعت، قلت في قلبي وش راهي تهدر هذه، ما حبيتش نرجع لها. ثم جت عندي وقربت ليا وقالت لي راني قلت لك تزيدي تهضري معاه ولا تقربي ليه ولا غير نقتلك ونشرب من دمك. قلت لها وش راكي تهضري، وقيل انت مريضه. وغير نضحك عليها وهي تبكي وتقول لي نكرهك نكرهك ما نحملكش. هكا شويه نسمع يما تعيط لي وتقول لي حياة جيبي القهوه علاه طولتي. قلت لها راني جايه. رفدت هذيك سنيوه ورحت حطيتها وبدينا نستقهواو. نطقت خالتي حوريه وقالت لي يما ماشي عندك زوج بنات وراهي الدوزيام، والله حبيت نتعرف عليهم وراكي تعرفي ابنتي كامل من الزوجات وعايشه غير مع وليدي، نحب يجوا عندي ويقعدوا معايا راهم في مقام بنتي. يما قالت لها الله يعزك نريمان راهي تدوش هكا شويه وتجي. يما كذبت عليها باسكو كانت على بالها لو كانت تروح عندها وتقول لها خرجي تشوفي خالتك حوريه ما تخرجش. استقهوينا وغير نضحكوا. كانت خالتي حوريه كي العسل، حكايتها حلوين وما تمليش منها. هاك شويه يصوني تليفونها، رفدت وقالت مس الخير شكون معايا. هذا انت وليدي ياسين واش راك. قالها الحمد لله يا يما راني جاي اليوم وجدي لي طعام من تحت يديك الحلوين. قالت له ان شاء الله يا وليدي العزيز تلحق بخير وعلى خير. وكبات. بعدها نهضت تروح ويما غير تقول لها وين بيها خالتي راهو مازال الحال هذا وين جيتي كملي قهوتك. قالت لها يعطيك الصحة نشربها في فرح هذه الوردة اللي قدامك، راهو وليدي جاي من تونس ولازم نروح مرة أخرى إن شاء الله ومعرفة خير. لحقناها لباب الدار وراحت، ويما غير تقول لي شتي يا بنتي هذه المرأة كي العسل والله حبيتها من قلبي، بينانية وعاقلة، بصح طلعت الشيطان على وجه الأرض وأقذر مرأة عرفتها البشرية. هكا شوية خرجت أختي من شنبرتها وغير تقول لي يما راكي فرحانة جايين يخطبوا بنتك، وانا لو كان تلقي تحطيني خديمة تحت رجليك. يما سكتت وغير تخزر فيها. قلت لها يما انا نروح ندير العشاء، بصح واش ندير. قالت لي قلي البطاطا وشويه مقارون لباباك كيما يحبوا. رحت وغير نخمم في اختي اللي حقدت عليا وحابه تكره لي حياتي ظلت تعس فيا. درت العشاء وكملت وجا بابا، تعشينا كامل كيف كيف، وانا وصيت يما باش ما تقولش البابا على خدايم اختي باسكو والله غير يقتلها. غسلت الماعن مع يما ورحت نرقد. هكا شويه جات اختي نريمان وقالت لي راني وصيتك وبلاكي تعاوديها. قلت لها وقيله هبلتي وطار عقلك وش وصيتيني، وزيد وقيله كي سكت لك شويه لقيتيها عليا. صح انتي اختي بصح باش تقلي احترامك معايا غير هذه ما نقبلهاش. زايدنا في الهضره وفهمت من كلامها انه تحب واحد يقرا معانا وتعشق فيه، بصح هو ما يقيمهاش كامل ولا على بالو بيها، غير هي طيحه فيه وهو يظل يخزر فيا. وشحال من خطره يمعني باش نكونوا مع بعض، برك انا نتجاهلو باسكو انا ماشي من الجور هذاك تاع شعر كورلي والسروال مقطع تقول شي طفل صغير ماشي راجل. انا نحب واحد يكون راجل كيما تاع بكري، كي يهدر تحسي باللي راكي مع راجل وتتكلي عليه. خزرت في عينيها وقلت لها تحبيه. قالت لي وانتي وش دخلك فيا. قلت لها جاوبيني. قالت لي نحبه ونموت عليه، بصح هو ماشي معبرني ولا مقيمني وانتي جيتي في طريقي.
قلت لها أنا ما جيتش في طريقك، وأصلا أنا هذاك السيد نكرهه وما نحملوش، غير انتي راكي تستخايلي. وإذا علاكي كنا مع بعض، أنا كنت قاعدة مع صاحبتي وهو جا قعد معانا، وصاحبتي أمينة راحت تهدر في التليفون وقعد معايا، وهو كان يهدر غير على القراية، هذا ما كان. قالت لي صح منك. قلت لها ولا غير صح مني، غير كوني مهنية من جهتي، وإذا راكي حابة نهدر معاه ونفهمه أنه تحبيه. قالت لي لا لا خليه، المهم انتي جبتي روحك عليه، هذا ما كان. وراحت ترقد، وانا سما كذبت عليها. وبلال كي جا عندي باش يقعد معايا كان غير يقول لي تعيشي قبلي نكونوا مع بعض، راني انا نحبك ونعشق فيك، ونوعدك تكملي قرايتك منا، نجي نخطبك وتكوني حلالي. انا قلت له واقيلا راك تنوم، انا نقبل بواحد كيما انت، واقيلا ما راكش تشوف روحك في المرايه، شوف شعرك كيفاه داير، لبستك تقول شي ذر ماشي راجل. قال لي راني واجد نغير الستيل اللي تحبيه، والله غير نعيشك كي السلطانة. أنا سما نصت وخليته، ما قيمتوش كامل. المهم رقدت وغير نخمم في أختي، كانت غيظتني بزاف وما قدرتش نعاونها، بصح قلب حنونها كان عندي، وعرفت أنه بلال كان يحبني من يامات الثانوي. غدوة من ذاك نوضنا صباح بكري باش نروحو نقراو، وكي العادة نريمان تداوس معايا على أتفه حاجة، حتى جا بابا لعندنا وقال لنا واش من هاد العياط، تظلوا كي القط والفار، وجامي تنوضوا الصباح وتروحوا للجامعة في سكات، ديما القرة، كاش نهار ندخل عليكم بالضرب حتى تترباو. بابا سعف علينا وعنده ألف حق، وأنا ونريمان سكتنا وغير خايفين، شربنا الحليب ورحنا نقراو، وطريق كامل ونريمان تعيط عليا وكرهتني، مع أنه فهمتها ما كاين والو بيني وبين بلال، بصح هي كانت مصرة ومتأكدة باللي كاينة حاجة، والحق بها الأمر باش تقول لي كل وحدة تمشي وحدها، ما رانيش حاملة نشوف فيك. قلت لها كيما تحبي. ومن هذاك النهار وكل وحدة تروح وحدها، صح نخرجوا كيف كيف، بصح بعدها نتفارقوا، وهي كانت تقرا تسيير وانا تخصص اقتصاد، وبلال في نفس الكلاسات تاعها. لحقنا وهبطنا من الكوس، وكل وحدة راحت الكلاسة تاعها، وانا تلاقيت مع صاحبتي أمينة وحكيت لها كل شيء على كيفاه اختنا ريمان طاحت في حب بلال. كنت نحكي لها كل صغيرة والكبيرة، باسكو كانت تسمعني وتحبني خير من اختنا ريمان، كانت بزاف قريبة ليا، وهي دايرتني كيما خدها، سورتو كيما عندهاش خياتها وهي الوحيدة تاع دارهم، وكانوا لاباس بهم ماديا، عكس حنا كنا شوية شوية، من الواحد يقول الحمد لله على كل شيء، المهم الواحد راه بصحته. دخلنا نقراو، وأمينة غير تقول لي اختك نريمان يليق لها طبيب نفسي، لازم تروح تعالج روحها، وزيد واذا بلال طايح فيك هي واش دخلها. قلت لها الله يهديك انتي ثاني، قلت لك راهي طايحه فيه وتقدر تقتلني على جالو، حب من طرف واحد وهو ما يحبهاش، بصح هي تموت عليه. قالت لي ايه وانتي واش ديري له اذا هو طايح فيك، اسمحي لي لو كان انا عندي اختي كيما هذه نمحيها من الدنيا، لو كي نشوفها ما نحملهاش. قلت لها خلاص مركتيها مهما كان راهي اختي قدري روحك. ثم حنقتني وقالت لي ما تسعفيش عليا، بصح هذا هو الواقع. ومع العشيه رجعنا للدار، وكي العاده هي ركبت في الكوس الاول وانا في الدوزيام، وما حبتش تركب معايا، وانا اللي لحقت الاولى ودخلت للدار. وكي شافتني يما قالت لي وين راهي اختك، قلت لها الكوس تعمر وهي ركبت في الدوزيام. قالت لي وراكي فرحانه بروحك كي جيتي وخليتي اختك، يا اخي ديما نقول لك كي تجو ماشي في نفس الكوس استنيها قدام دار عمك حامد، ولو كان يفيق بكم باباكم والله غير يقتلكم في زوج، كل وحده وين هامله وحدها. قلت لها صح يا يما عندك الحق، مره اخرى نستناها عند دار عمي حامد. رحت غسلت واستقهويت مع يما اللي كانت دايره مثقبه الله الله، وثم قالت لي كي تكملي حليبك هاني وجدت لك حبيبات مثقبه ديهم لخالتك حوريه. قلت لها خلاص نكمل ونروح. كملت حليبي ورفدت الطبسي هذاك تاع المثقبة وهبطت ليها، طبطبت الباب ما كاين والو، صونيت ما كاين والو، واحد ما فتح، زدت طبطبت حتى نسمع واحد يقول قريب تكسروا الباب راني جاي. بعدها فتح الباب وانا قلبي طار من بلاصتو، قلت في قلبي وش من هذا الزين، وش من هذا العطاي، هذا قوري ماشي جزائري، هذا ملاك فوق الارض. كان بزاف شباب، صح كان في الاربعينات من عمره، بصح ما يبانش كامل، وقد ما نوصف لكم شحال شباب ما نقدرش نوصف. المهم خزر فيا وقال لي شكون انت يا الشابه، قلت له رانا نسكنوا فوقكم، ويما بعثت شويه مثقبه ليماك. نحالي الطبسي من يدي وبدا ياكل ويلحس في يديه،
ويقول لي شحال بنينه. قولي لها لماماك يعطيك الصحه، اما ما كانش في الدار، راحت عند اختي، دخلي تريحي شويه. قلت له مره اخرى ان شاء الله. ورحت نجري لدارنا وقلبي غير يخبط. ما نعرف، حسيت بواحد الاحساس اول مره نحس به. وغير دخلت يما قالت لي واش بيه وجهك تقلب، واش كاين؟ يا اخي لقيتي خالتك حوريه. قلت لها ما لقيتهاش، فتح لي وليدها قال لي راحت عند بنتها. كنت نحكي وعقلي غير عند ياسين وليد خالتي حوريه، اللي من نهار اللي شتو تقلبت حياتي وهملت قرايتي وحطيت راس والديا في الارض. وذوك ندامه راهي تاكل فيا وقريب نهبل. دخلت لشمبرتي وعيطت لها لصاحبتي امينه. قلت لها الو امينه واش راكي؟ قالت لي لاباس الحمد لله، واش هي المصفارات وحشتيني؟ هذا وين كنتي معايا؟ قلت لها ما توحشتك ما والو، عيطت لك نقول لك على حاجه. قالت لي واش هي؟ قلت لها يا اخي حكيت لك على جارتنا خالتي حوريه. قالت لي ايه واش بيها؟ غير الخير. قلت لها طلع عندها وليدها اقمر فوق الارض، ولو كان تشوفيه ما تمنيش عقلك انه كاين زين كيما هذا في الجزائر. تقول شي قوري بسم الله ما شاء الله عليه. بدات تضحك وغير تستهزا بيا وتقول لي ايه واش تاني طحتي فيه؟ قلت لها انا المهبوله اللي نعيط لك ونحكي لك على واش صرالي. قالت لي والله والو راني نتمسخر معاك. وقعدنا نهضروا، وهي كانت من النوع اللي من القرايه للدار وخاطيها هادو صوالح وتحسيها معقده من جهه الرجال. عكسي انا كنت غير نشوف راجل الشباب نطيح فيه ونقعد نخزر فيه حتى يمد لي النيميرو. تقدروا تقولوا طايره شويه. صح بابا كان واعر، ولو كان يسمع واش راني ندير يقتلني، وهكاك ندير رايي. قعدت نقصر مع صاحبتي وسيرتي غير على ياسين. بعدها حطت يما العشاء وقعدنا كامل نتعشاو. وكي كملنا بابا قال لي ليا ولختي ريمان بالكوا على قرايتكم، راكم تشوفوا كيف راني نكافح باش نجيب دراهم ونقريكم، وانتوما لازم تفرحوني. يما قالت له في هذه ما تخافش، بناتك شاطرات وديما يجوا الاولاد، وان شاء الله يفرحونا ويتخرجوا ويصيبوا خدمه. أنا كنت نعرف نقرأ ونجيب معدل مليح، ما أختي ناريمان كانت تجي من الأوائل. بصح أنا ملي شت ياسين وأنا غير هاملة قرايتي، ما عرفتش علاه طحت فيه وعشقته من أول نظرة، مع أنه كان كبير عليا ب20 سنة. ولو كان غير كتب المكتوب بيناتنا طحت فيه وعشقته. وهو وعدني بالزواج، بصح صراو عفايس بزاف رايحين تنصدموا منهم. المهم جازو يامات وانا غير نعس فيه حتى خطرة رحت نروح نقرا كالعادة. واختي ريمان ما راحتش تقرا، كانت مريضة شوية. أهبط ونتلاقى به، وغير شافني تبسم معايا وقال لي صباح الخير. قلت له صباح النور. قال لي المسقبة هذيك تاع البارح تهبل بزاف بنينة. قلت له بصحتك. قال لي وين بيها؟ قلت له رايحة لافاك. قال لي خليني نوصلك معايا، راني رايح لسما، عندي صاحبي يخدم في الإدارة رايح نتلاقى به. قلت له مليح بصح مانيش حابة نروح في الكوس، دوك هكا شوية يجي. قال لي كيما تحبي. قولي لي وش هو اسمك؟ قلت له حياة. قال لي الله يبارك اسمك شباب كيما انتي، وانا اسمي ياسين، وكش ما تسحقي راني هنا. قلت له الله يعزك. وتفارقنا، ركب في الطوموبيل تاعو وراح، وانا طاير قلبي من الفرحة ومانيش مصدقة واش راهو صاير لي. قلت في قلبي وقيل طح فيا وعجبته. بصح يقول لك الطفلة ما لازمش تدير لامان ولا تبني علاقة محرمة وتستنى تنجح في حياتها. لحقت لافاك وكان عندنا كور. قعدت مع أمينة وغير نقول لها اسمعي كي نكملوا الحصة نحكي لك واش صرالي. قالت لي على هكاك راكي فرحانة. كملنا الكور وخرجنا وقعدنا في الساحة. قلت لها تلاقيت مع ياسين في دروج. قالت لي وشكون ياسين؟ قلت لها بركي ما بالك ياسين وليد خالتي حورية اللي حكيت لك عليه البارح ديجا نسيتيه. قالت لي والله غير نسيت، راكي تعرفي انا ما عندي حاجه في صوالح هادو، وكي جيتي عزيزه عليا وحسبتك كيما اختي اللي راني نسمع لك، سينو والله لو كان واحده اخرى ما نسمع لهاش. قلت لها كي عاد انا كيما اختك قولي لي رايك. قالت لي في واش؟ قلت لها راهو ياسين كبير في عمره 40 سنه. قالت لي منك صح والله غير هبلتي، كيفاه تطيحي في حب واحد قد باباك؟ لا لا سمحي لي طار عقلك ورجعتي ما تفرقش بين الصح والخطأ. قلت لها صح كبير بصح لو كان تشوفيه والله ما تأمني عقلك راهو يبان صغير وشباب بزاف. قالت لي دبري راسك ان شاء الله يطلع مليح وماشي كيما اللي قبلهم. قلت لها مو حال هذا باين ناس ملاح وليد الفاميليا، ولو كان تشوفي يمه ما شاء الله عليها. بصح طلعت غالطة، كي هي كي وليدها طلعوا ولاد الحرام وحطموني لهنا تربحهم. رجعنا نقراو
وقلبي عند ياسين. جازو يامات وما تلاقيتش مع ياسين. حتى خطرة رجعت للدار ونلقى خالتي حورية جات عندنا. سلمت عليها وهي غير تعنق فيا وتزيد وتشكر فيا. قالت لي سمحي لي يا بنتي كي جيتي هذيك الخطرة وما لقيتينيش، كنت عند بنتي. زيدت. قلت لها بالبركة عليكم ويتربى في عزكم. قالت لي ان شاء الله يا بنتي والعقوبة عليك. وقعدنا نكسرو، وكانت سيرتها غير على وليدها ياسين وكيفاه شاطر وقافز. بصح ما حبش يتزوج وطلت تهدر له على الزواج. بصح هو رافض الفكرة وقال لها مو حل نتزوج وراني هايل براسي. نطقت يما وقالت لها شحال في عمره؟ قالت لها دخل 40 سنة. بصح وليدي بوغوس الله يبارك، سقسي بنتك تقولك راهي شافاتو. قلت لها لا لا الله يبارك ربي يحفظه لك. وثم عرفت بلي راح لتونس يقعد شهر ويرجع. كان يخدم في مجال التجارة ولا بس عليه. كانت يماه تحكي عليه وانا صورته ما راحتش من عينيا، وغير نتفكر كيفاه كان يضحك معايا ويسيلي تقرب ليا. المهم جا الشهر هذاك ورجع ياسين من تونس، وانا كي سمعت طرت من الفرحة وغير نضل طالعة حابطة عند خالتي حورية. وهو كان ديما يكون ثما وغير يكحل فيا، وانا ثاني كنت نخزر فيه بلا حشمة. حتى فاق لي انه راني عشقته وطيحة فيه. كانت يما غير تقول لي خالتك حورية راهي في مقامي وبالك كيش ما تقولي لها روحي خدمي لها شغل ورجعي. كنت نروح ونعاونها سورتو كي طاحت فراش وحكمها السكر، بحكم بناتها بعاد ما يقدروش يقوموا بيها. كنت انا اللي نسيق ونخمل الدار ونقوم بيها. حتى رجعت هذيك دارنا الدوزيام وتقربت بزاف من ياسين. مام هو كان يتقرب ليا والحق وين مدلي النيميرو تاعو ورجعنا نحكيو. وهو غير يقول لي راني انا نحبك ونعشق فيك ومو حال نخليك. بصح كل شي كان كذب في كذب. كان غير يجيب بيا الوقت وهو انسان تاع دعاوي الشر. حطمني. مام انا كنت بهلوله وسلمت له روحي ودا اغلى حاجه عندي ورماني ربي ينتقم منه. حتى خطره عيط لي وقال لي واش يا عمري وين راكي؟ قلت له راني في الدار. علاه خير واش كاين؟ قال لي والو برك توحشتك وراني حاب نشوفك. قلت له خلاص غدوه ان شاء الله نتلاقاو في لافاك. قال لي ما نقدرش نصبر حتى الغدوه، اهبطي راني وحدي في الدار. يما راح تبات عند اختي. وانا بلا ما نخمم رحت نروح ليه وغير فتحت الباب عيطت لي يما وقالت لي وين بيها يا لالا هذا وين رجعتي من لافاك؟ قلت لها عيطت لي صاحبتي وقالت لي روحي تدي واحد الكتاب نسحقه. قالت لي روحي وما تطوليش ربي يوفقك يا بنتي. رحت وانا ميته بالفرحه باش نشوف ياسين. دخلت وغير شافني قرب ليا باش يبوسني. انا طبعته وقلت له واش بيك هبلت؟ قال لي ايه واش فيها راني رايح نجي نخطبك وراكي تاعي وحدي وواحد ما يديك غيري. وبدا يبلعط فيا ويهدر لي كلام معسل. وصرا اللي صرا بيناتنا وندامة ضوق تاكل فيا وغير ندعي ربي يغفر لي. نطق ياسين وقال لي هاد سمانة نجي نخطبك ومو حال نخليك. وانا كنت مغمضة العينين. قلت له جوزت معاك اسعد ليلة في عمري والقلوبة بين عينيا. وهو غير فرحان. طلعت لدارنا ولقيت بابا رجع من الخدمة وكي شافني قال لي وين كنتي؟ نطقت يما وقالت له راحت تجيب الكتاب من عند صاحبتها وراني انا اللي قلت لها روحي. بابا قال يما بصح ما رانيش نشوف حتى كتاب في يديها. قلت له ايه راجعت واحد الدرس ثما وشفت برك واحد الحل تاع السؤال هذا ما كان. قال لي ايه مليح بصح مره اخرى ما تطوليش. وراح يتوضا باش يصلي المغرب وانا ميته بالفرحه. ومع الليل عيطت له الياسين بصح ما رفدش وانا غير نعيط. وناريمان كانت غير تعس فيا. قالت لي واش راه حبيب القلب ولا عم بالك مانيش فايقه بيك؟ قلت لها نورمالمون تفرحي وتحطي رجليك في الماء البارد اللي خطيت بلال وهو خطاني. قالت لي بلال يرجع ما يقيمكش سينو انت تظلي كل كلبه موراه. قلت لها مانيش حابه نداوس معاك وزيد بابا راهو هنا ولو كان يسمعنا تصرا قيرة. وبابا ما خصش همك. انا في هذيك دقيقه كنت غير نخمم في ياسين وكيفاه جوزت معاه هذيك الليله. غدوه من ذاك رحت لافاك وجا عندي وانا غير نقول له وقتاش تجي وتخطبني. وهو يقول لي ما تقلقيش روحك يجي نهار وين نفرحك وتدخلي عروسه لداري. بعدها رجعنا نتلاقاو وهو كل ما يتوحشني نروح ليه ونرقد معاه. وجا نهار اللي دارت لي العاده الشهريه الروطار وما درتهاش كامل انه نطلع حامله. كنت غير نستناها. فاتوا 10 ايام وبديت نتوسوس. عيطت لياسين وكرفد قال لي واش واقيلا توحشتيني؟
قلت له ايه بصح حابه نقول لك حاجه. قال لي واش هي؟ قلت له راهي ما جاتنيش العاده الشهريه ونخاف نكون حامله. قال لي وانا واش دخلني واذا كنتي حامله ولا لا، ديجا شكون يضمن لي انه طفل مني؟ قلت له منك صح واش راك تهدر؟ وتقابضنا في الهضره وكوبا في وجهي. جا الشهر ونص وثم عرفت انه راني حامله. وكي خبرت ياسين بدا يعيط وقال لي ما دخلنيش في حكايتك، روحي تحوسي على بابا الطفل ماشي انا، ومن اليوم ما تعرفيني ما نعرفك. صح انتي تاع مشاكل. وانا غير نبكي ومقلقه وما قدرتش نحكي لحتى واحد. وانا ريمان كانت شاكاك اش مصرالي وغير تقول لي ما راكيش نورمال. وانا غير ساكته وهامله قرايتي وحسلت واش ندير. وكرشي بدات تبان ويما غير تقول لي هذا الخطره روحي للطبيب شوفي كرشك راهي منفخه، سور الكولو تنفخ لك. يا اخي ديما نقول لك ما تشربيش الكازوز راهو هذاك اللي وخذك. وانا غير مهبطه راسي وندامه تاكل فيا. بعدها قررت باش نحكي لصاحبتي امينه. وكي قلت لها قالت لي منك صح واش راكي تهضري، راهي هذه هضره كبيره ما يتقبلهاش العقل ولا ربي يهديك. قلت لها وانا نبكي دوك صرا اللي صرا واش ندير، تعيشي عاونيني. ما لقيتش واش ندير ولو كان يسمعوا والديا يقتلوني. قالت لي واش حبيتيني نقول لك روحي طيحيه ولا واش؟ انا تقلقت وغير نقول لها انا الحماره اللي جيت نحكي لك ورحت وخليتها. ومن وقتها رجعت تهرب مني وما تحكيش معايا وغير منيفتني. وانا رجعت نبعد عليها وندعي ربي باش ما تحكيش لحتى واحد. جا ويامات حتى جا نهار اللي تفضحت فيه وقريب صارت قتيلة في دارنا. هذاك نهار كان قريب العيد الصغير وكنت نسيق في الكوزينة ونطيح ونطرطق بالدم. قلت سوري يكون طاح لي وانا غير خايفة. يما جرت ليا وغير تقول لي وشنو هذا وش بيك وش من هذا الدم؟ وانا غير نقول لها ما نعرف ما على باليش. وفي هذيك اللحظة دخل بابا وغير شافني هكاك جاي يجري عندي وقال لي وش بك يا بنتي؟ يما بدات تقفقف كامل في الهضرة وعرفت باللي حاملة وبالك طاح لي. قال لي بابا خلينا نروحوا للسبيطار. ويما غير تجبد فيا وتقول له ما بيها والو دوك انا ندبر راسي. قالها كيف ما بيها والو والدم معمر في الكوزينة؟ او انت هبلتي ما بقالكش العقل خليني نديها للطبيب. ويما كانت تخاف بزاف بابا وكان كي يهدر كلمة خلاص كامل نسكتو. المهم داوني للسبيطار وشافني طبيب وقال لي متزوجة. قلت له لا تعيش ما تخبرش حتى واحد. خزر فيا بنص عين وقريب كلاني وغير دخل بابا قال له ما كاين والو البيبي راه مليح. وخرج. بابا قعد مصدوم ويما غير تبكي. بابا دخل عليا بالضرب هكاك وانا فوق الطابله وقريب قتلني. والطبا كامل تلايموا علينا وهو غير يعيط ويقول لي والله غير نقتلك حق الثقه اللي درتها فيك بصح اليوم تباتي في قبرك. انا كنت نبكي وندامه تاكل فيا. تمنيت في هذيك الدقيقه لو كان غير مت وتهنيت من المصيبه اللي طاحت فوق راسي. بصح الشح فيا انا اللي درت لامان في راجل طلع خداع ورخيص. رجعنا للدار وبابا كمل عليا بالضرب وغير يقول لي شكون هذا رخيص اهدري. وقلت لهم شكون باباه. بعدها هو مع يما هبطوا يجروا عند خالتي حوريه وبابا قريب كسر الباب وغير فتحت قالها وين راه وليدك؟ قالت له ما كاشو راه في تونس. ويما خبرتها بالعمله اللي دارها وليدها وثم بانت على حقيقتها وبدات تعيط وتليمو كامل الجيران وغير تقول واذا هي ماشي مربيه وليدي ما قالهاش روحي ترقتي معايا بالسيف، هي اللي حبت وعجبها الحال وطفل اللي في كرشها ماشي وليد وليدي روحوا حوسوا على باباه. بابا قعد يكسر وقريب ضربها. رجعت السمعه تاعنا تحت الارض وبابا طلع ليا وهو يبكي وغير يقول لي على درتي هكا يا بنتي واش درت لك باش تجازيني كيما هكا؟ وانا غير نقول له اسمح لي يا بابا اسمح لي نبوس رجليك باش ترضى عليا. بابا دخل لشمبرته وهو غير يبكي ويما قاعده غير تخزر فيا وتبكي. واختي ريمان تستشفى فيا وتضحك هذيك الضحكه الصفراء وعجبها واش صرالي. بصح انا اللي درتها بيدي نستاهل واش صرالي. ولو كان غير قتلني بابا. جست سمانه وانا غير نعيط لياسين بصح مغلق. ويماه لحقت وين رجعت تحكي عليا عند الناس واللي تشوفو تقول له هذيك بنت الحرام وحملت من وليدي. بصح وليدي مو حال يدي الفاضله وليدي نزوجو بلا لاها وتاع الدار ماشي وحده كيفها تاع زنق وتاع رجال. جاسو شهرين وبابا خرجني من قرايتي وجات الفرصه اللي رحت طيحت البيبي
ويما ما كانتش قابلة من بابا، قال لها حرام ورضى بالأمر الواقع. بصح أنا درت رايي وطيحت البيبي وقعدت في الدار، وتأنيب الضمير أكلاني. واختي ريمان رجعت كل دورة تعاير فيا وتقول لي نورمال مو بابا يكون قتلك، صح انتي بنت الحرام وما تحشميش. مامكي كانت تشوفني نصلي كانت تضحك وتقول لي منافقة وزانية راهي تصلي، وانا غير نحكم في الاعصاب تاعي. حتى جا نهار اللي تقابضت معاها في الهضرة ومديت لها طري حتى على الكلاب، مام هكاك وما خطاتنيش وغير تعاير فيا. ولحقت وين قالت لي وانتي دوكا شكون يديك ولا يتزوج بيك، كنتي تدوري ببلال وشايفه روحك عليه. وضوكا بلال لو كان يسمع بخرايبك والله غير يبزق عليك وبنص عين ما يشوفش فيك. بعدها لعبت لي هدرتها في عقلي، قلت بلال كان يموت عليا ويعشقني حتى الموت، بالك كي نحكي له يوقف معايا ويخطبني. وليت قلت واش راني نهدر مو حال يديرها، راهو كان يسمع يبزق عليا كيما قالتها اختي نريمان. بصح ما نحيتش هذيك الفكره من راسي وقاعده نطلع ونحبط. جازو يامات وشهور وقررت باش نتواصل معاه، وكما كان الحال هدرت معاه وهو غير فرحان وقريب يخرج من التليفون. وفي هذيك الفترة كنت سمعت انه اختي نريمان صرحاته انه تحبه وهو كان يمشي معاها عادي. بصح قال لي كنت غير نجيب بها الوقت، اما عقلي وقلبي كان معك وما نسيتكش ومو حال باش ننساك، ندير المحال باش تقبلي بيا. قعدت نهضر معاه في السر وهو غير يتعلق بيا كثر وكثر، حتى جا نهار اللي حكيت له كل شيء. في الاول ما تقبلهاش، بصح مع اللي كنت نحن عليه ونجبدو ليا رجع غير يقول لي خلاص غلطه وفاتت. بصح انا كنت قلت له السيد اغتصبني وماشي بارادتي وما حكيتلوش الحقيقه كامله. وكما كان الحال بلال ما سمحش فيا وكان غير يحلف باش يقعد معايا ويتزوجني ونعيشوا مع بعض. كنت بزاف فرحانه وغير ندعي ربي يكمل لي ونفرح في حياتي كما البنات. وعدت روحي باش نرجع نصلي ونصوم ونلبس الجلباب. بعدها تفاهمنا على نهار اللي يجيب فيهم دارهم ويجوا ويخطبوني، ونريمان كان ما على بالها بوالو على شكون العريس. وتفاهمت مع يما باش تقول لبابا بيعتها خالتها نورة، والراجل سمع بكل شيء وراهو قابل. بابا في الاول استغرب كيفاه راجل يقبل بوضعيتي، بصح بعدها رجع برك يخمم كيفاه يسكت هضرة الناس اللي كثرت عليا. وجدت كل شيء ورحت مع يما وشريت روبا سامبل، وكي قيستها خرجت زله الله يبارك. مع انا اللي شابه بزاف واللي يشوفني يقعد يخزر فيا. قضينا كامل صوالحنا ورجعنا للدار، واختينا ريمان غير تقول لي شكون هذا الراجل المذلول اللي حاب يتزوج بك، شكيت ما يعرفش خرايبك. وانا غير ساكته، ويما كما قلت لكم كنت قلت لها على كل شيء وهي غير تدعي ربي يكمل لي بخير. وجا نهار اللي كنت نستناه، ماكيت وحدي ولبست وخرجت شابه بزاف ما شاء الله عليا. هكا شويه نسمعوا الباب يطبطب، فتح بابا وكان جا بلال مع خوه الكبير ومرته اللي كانوا ساكنين في فرنسا. هبطوا على جالو بحكم انه بلال باباه متوفيين من مده، توفاو باكسيدو الله يرحمهم. دخلوا وبابا غير يرحب بيهم وفرحان، وانا موراها دخلت ورفدت سنيوات تاع القهوه، وبلال غير شافني ما حطش عينيه وغير يشوف فيا وقريب ياكلني بعينيه. حطيت هذيك سنيوه وبديت نفرغ لهم، وسلفتي غير تقول لي الله يبارك خموس عليك. سلفي يعرف يخير ربي يكمل لكم بخير. استقهواو وبلال مدلي دراهم تاع الشوفه، ويما وسلفتي غير يزغرتو، وانا ميته بالفرحه ونسيت ياسين وغير نخمم كيفاه نبدا حياه جديده مع بلال اللي طلع راجل معايا وصح يحبني. قعدنا نكسرو ونريمان غير تقرعج. هكا شويه نطق بلال وقال بابا انا راني مزروب على 5 شهور نديرو العرس. بابا قال له بالبركه يا وليدي وربي يهنيكم. بعدها نهضوا وراحوا، بابا لحقهم الطريق وغير خرجوا نريمان جت تجري عندي وعينيها منفخين بالدموع. قالت لي صح طلعتي خامجه وزرقت الرجال. قلت لها وشكون قال لك بلال كان يحبك؟ هو كان يحبني انا وراني حكيت له كل شيء، ما كلها تشقي روحك وتحكي له. يما خزرت في اختي وقريب كلاتها وقالت لها تبلعي فمك ولا لا ما درينا قبل بيها وجايه تخسري فرحه اختك، روحي لبيتك. راحت اختي وهي تبكي ورجعت ما تهدرش معايا وقالت لي من اليوم ما راكي اختي ما راني اختك، ني فرح ني قرح. انا حسبتها تمسخر
وكي تنحلها زعف ترجع نورمال. بصح كنت غلطة، حتى مور زواجي قعدت هكاك وغير كرهتني. جازو 5 شهور وتزوجت، وبلال حطني فوق راسو، والحاجة اللي نقولها هذيك هي، كان غير يفشش فيا ويزيد، وانا مع الوقت رجعت نحبه ونعشق فيه. بصح تاني بالضمير كلاني من جهة بلال اللي ما خبرتوش بالحقيقة كاملة، ومن جهة اختنا ريمان اللي حطمت لها قلبها وديت لها الراجل اللي حباته. راني ندعي برك ربي يرزقها بالزوج الصالح وتتزوج وتهنى في زواجها وتنسى بلال، باسكو رجعت نكره نروح لدارنا غير على جالها. كنت كي نشوفها نتفكر واش درت. ادعوا لي ربي يغفر لي وربي يبعث لها نصيبها. خلاص القصة تاعنا لنهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة والبارتاج. نتلاقاو في قصة جديدة. تهلاو في رواحتكم، تهلاو في كل واحد عزيز عليكم. سلام.